السلام عليكم. مصر بتكسب نيوزيلندا 3-1. الحمد لله عملناها اخيرا وخدنا مباراة في كأس العالم. بنكسب بقى. ساعة طبعا الواحد قاعد من الساعة 4 ومن قبل الساعة 4 عشان يتفرج على المباراة. انا فرحان قوي، ولكن كنت هتنقط قوي في الشوط الاول. انا كنت هتنقط ولو انت كنت نايم او كنت صاحي، فانا عايز اقول لك ان كان في شوط اول ينقط. شوط اول لفرقه تحس ان ايه، سكر محلي محطوط على كريمه. حاجه يا جدع الشلل. الشوط الثاني احنا فرقه تانية. احنا حرفيا في الشوط الثاني فرقه مختلفه تماما، مغلوبين وبنعمل ريمونتادا وبنرجع وبنجيب ثلاثه من اصل مثلا خمسه سته. الحمد لله على المكسب، الحمد لله يا رب على المكسب. الواحد سعيد جدا وفرحان، وعايز اقول حاجه: الف مبروك يا حسام. لان ناس كتير قوي 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 هجمتك، وناس كتير كانت ضدك، وناس كتير قالت كلام كتير قوي عليك، وانا من اول الناس اللي قلت ان المنتخبات العربيه خصوصا عايزه مدرب وطني. وكنت دايما بقول يا ريت حسام يبقى موجود. ارجع للحلقات هتلاقيها. كنت دايما اقول ان الانجازات بتاعت منتخب مصر ما حصلتش الا مع اتنين ومدربين مصريين: الجوهر الله يرحمه، وحسن شحاته. وجه حسام حسن اللي هو منقار على الهرم الثالث في الكوره في مصر، عمل حاجه. يا جماعه احنا مش محتاجين على الخط الا جرينتا وحماس. القماشه ما بتتغيرش، محتاجين جرينتا ومحتاجين حماس على الخط. الحمد لله بجد ان احنا كسبنا وخدنا مباراه نيوزيلندا، اللي هي بالفعل مباراه نيوزيلندا اضعف فرق المجموعه. يعني برضو دي نقطه احنا لازم نقف عندها، ان نيوزيلندا هي اضعف فرق المجموعه. الحمد لله كسبنا. الحمد لله النهارده لعبنا كره في نص ملعب الخصم. اخيرا شفت المنتخب بيلعب كوره في الشوط الثاني في نص ملعب الخصم. ما شفناش الكلام ده من زمان يا جماعه. دايما بننام ورا، النهارده ما نمناش ورا، طلعنا ولعبنا كوره في نص ملعب الخصم. اهلا بيك في محطه الفهمان. هسمعك كلام النهارده كله مش جديد عليك، لانك لو انت متابعني انا قلت لك قبل كده. اول ما شفت التشكيل لقيت ان التشكيل نفس التشكيل بتاع مباراه بلجيكا، 4-4-2. طبعا انا زعلت جدا فوق ما انت متخيل. يعني انا فوق ما انت متخيل كنت منهار. ليه 4-4-2؟ نفس التشكيله هي بالظبط. 4-4-2 دي يا جماعه بتميل للدفاع اكتر، وبعدين هلعب بصلاح شادو سترايكر وبلعب بقدامه مرموش. ليه؟ ليه المفروض ان انا مره العب بجرأه بقى؟ كفايه جبن بقى. كان اعتراضي على الكلام ده يا جماعه. انا ببقى كاتبه اصلا، يعني ما برجعش اغيره عشان حصل، لا هو الكلام ده مكتوب. بدينا الشوط الاول بهجمه لنيوزيلندا. على فكره نيوزيلندا في الشوط الاول وخصوصا في بدايه الشوط الاول كانت خطر وجدا كمان. عجبني في بدايه الشوط حاجه وكتبتها: الحماس بتاع صلاح. من اول المباراه شايف صلاح بيجري، عنده حماس، عنده روح، بيفتح سبرنت عكس العاده بتاعت صلاح اللي احنا اتعودنا عليها، انه حركته قليله، ما بيتعبش ما بيعرقش. لا كان مختلف. في الدقيقه 7 هجمه من نيوزيلندا مرتده مع سرعه كبيره في التحول. الفريق كان رائع يا جماعه. نيوزيلندا في التحولات والسرعه ونقل الهجمات، بيلعب كره صريحه، بينقل عليك ويطلع يوصل لحد الجون. فريق كان سريع جدا جدا، وكان عامل بدايه على المنتخب اللي كان نازل متدربك بشكل غير طبيعي. في الدقيقه 11 كان في هجمه حلوه، نقلنا اكتر من واحده، في الاخر راحت لمروان عطيه. عملنا اكتر من نقله وراحت لمروان عطيه. مروان عطيه مهند لاشين. قبل كده انا قلت لك من الحاجات اللي بتضايقني في المنتخب ان الاثنين دول ما بيقدروش الا ان هم يقطعوا بس، ودي حاجه بشوفها انها سيئه جدا. ان يبقى عندك اتنين في نص الملعب كل دورهم انهم يقطعوا بس، ولو انت في حاله زياده هجوميه ما تقدرش تعتمد عليهم. الكره لما جت لمروان قعدنا ننقل نقل كتير، ونقل شكله شيك ونقل شكله حلو قوي. اول الكره ما جت لمروان اتلعبت بره. فدي مشكله دايما بتقابل المنتخب. خلي بالك النهارده عملنا جيم كبير، لكن منتخب نيوزيلندا منتخب اصلا قليل. ده كانت هتبقى مواكسه كبيره جدا لو طلعنا مغلوبين من نيوزيلندا. دي كانت حاجه تجيب احباط بشكل غير طبيعي يا جماعه. لا لازم نكسب بقى. لا مش نيوزيلندا بقى، لا نكسب بقى ونعمل مباراه حلوه. خش على اللي بعده. لقيت عندنا اريحيه كبيره جدا في نص الملعب يا جماعه. ليه؟ ما حدش بيضغط علينا. يعني منتخب نيوزيلندا نازل، هو نازل يلعب دفاع ونازل يلعبنا على المرتده. هنا حصلت مشكله كبيره قوي. انا اصلا بلعب 4-4-2 مايله للدفاع، وقدامي اصلا فرقه نازله بتدافع قدامي. ما بتضغطش عليك في نص الملعب، ما عندهاش امكانيات تضغط عليك في نص الملعب زي ما كنت بتلعب بلجيكا اللي عندها قوه في نص الملعب. فكان عندك اريحيه كبيره جدا انك تنقل كوره وتوصل للجون بسهوله وتظهر في نص الملعب، لكن ده ما كانش بيحصل.
ده ما كانش بيحصل. ليه بقى؟ اولا انا بلعب بخطه في منتهى السوء يا جماعه. انا بلعب بخطه في منتهى السوء يا جماعه. ليه العب 4-4-2 قدام فرقه زي دي؟ ليه؟ مش بس كده، مين في الدوري المصري، هل الزمالك او الاهلي اللي انت جايب المنتخب منه حد فيهم بيلعب 4-4-2؟ مفيش حد بيلعب 4-4-2. تلعب امام عاشور ناحيه الوينج ليه؟ ليه يا جماعه؟ ويا ريته ناحيه الوينج انت بتلعبه وينج، ده انت بتلعبه كمان نص ملعب. ما انت بتلعب اربعه ورا وحاطط قدامهم اربعه قدام، حاطط مروان عطيه وحاطط مهند وحاطط امام وحاطط زيكو وحاطط قدامهم صلاح وقدامهم مرموش. ليه اعمل كده؟ طب مين في نص الملعب ينقل الناس اصلا؟ مين يا جماعه؟ احنا كنا بنعاني معاناه غير طبيعيه في الشوط الاول من الخطه، وعملت رلزايه موجوده بين الشوطين طالبت فيها بالظبط باللي حضرتك شفته في الشوط الثاني. ارجع للرلزايه هتلاقيها موجوده. طالبت بالظبط اللي حصل ده، بطالب فيه، بصوت فيه من الشوط الاول، بصوت ليه؟ انا ليه ما عنديش امام عاشور في نص الملعب؟ يا جماعه لاعب لي امام عاشور في نص الملعب، ولاعب لي اجناح صريحه، لاعب محمد صلاح مكانه، لاعب مرموش مكانه اللي بيلعب فيه في السيتي وينج ليفت، لاعب صلاح مكانه وينج رايت، لاعبني بفرود صريح ولاعب تحتهم امام. الملعب هيبان وهنلعب كوره جميله جدا. الملعب بيقول لك اعمل ده. في الدقيقه 14 شوبير بيشيل واحده هدف من ناحيه الشمال بتطلع ركنيه، فبيخش فينا الهدف الاول. الراجل بيطلع يركبها. طبعا تمركزنا ورا في منتهى السوء، واحنا يا جماعه من الفرق اللي بتعاني دفاعيا. التمركز بتاعنا ورا، هتلاقي اساسا مين اللي طالعين، يعني اللي ماسكين الراجل اللي جاب فينا الجون. طلع مهند وطلع فتوح، الاثنين خبطوا في دماغ بعض. اصلا الاثنين دول يبقوا قريبين من الراجل اللي جاب الكره. اللي فين الاثنين سويبرات اصلا، الاثنين سويبرات المفروض يكونوا واخدين الفرود ده في صدرهم. دخل فينا الجون الاول في الدقيقه 17، انذار لمهند لاشين. انا بقول لك مهند لاشين، وقلتها لك قبل كده مش جديد، ده من ماتش البرازيل. ده لعيب تقيل فكريا وجسديا، تقيل جدا في نص الملعب يا جماعه. انا عايز اقول لك ان احنا مقضيين معاه شوط واكتر هو مش شايف. قعدنا بعد الجون في انتظار ردة الفعل، قعدنا مستنيين بعد الهدف اللي دخل فينا، اللي هو دخل بالمناسبه في الدقيقه 17. بستنى ردة فعل المنتخب. طبيعي جدا فرقه داخل فيها جون لازم يكون فيها ليها ردة فعل. في الدقيقه 19 تسديد على شوبير بيطلعها شوبير. انا عايز اقول لك كتبت بعدها طب وبعدين؟ يعني داخل فيك جون ونيوزيلندا افضل منك وما زالت بتروح عليك وما زال عندك نفس الدربكه اللي انت متدربكها. انت في الشوط الاول يا جماعه، انت لما تقعد تبص على المنتخب تبقى فعلا مش قادر تحدد احنا عايزين ايه. انت في البيت تايه زيهم. عندنا مشاكل بالجمله في التمركز والمساحات، تسليم والاستلام، ومشكله عدم وجود نص ملعب يا ناس ينقلنا ويحركنا. دي اكتر حاجه كانت مخلياني بشد في شعري. يعني ايه نكون قاعدين في البيوت شايفين المباراه افضل من الناس اللي في الملعب؟ المباراه مش محتاجه غير اعدلنا بس يا باشا، لاعب كل واحد في مكانه، اعدل الملعب، غير 4-4-2 اللي احنا بالمناسبه كنا مريحين فريق نيوزيلندا على الاخر بيها. في الدقيقه 26 فرصه اولى من تسديده من مرموش. هنيجي المرموش ده بقى. الغريب اننا خسرانين وبنلعب نيوزيلندا اضعف فرق المجموعه وبنلعب على المرتده. برضه ده من الحاجات اللي تحسسك ان انت، بقول لك شوط عجيب، انت حافظ مش فاهم. انا نازل العب على المرتده يا عم، نيوزيلندا مش بلجيكا يا عم، العب بجرأة يا عم، هاجم بقى. يا جماعة الناس في البيوت في الشوط الأول كانت بتموت حرفيا من العك الكروي. أقل ما يتقال عليه عك كروي. أنت جايب غزل المحلة بتلعب، مش كده الناس هتتجنن. ارجع شوف ملخص الشوط الأول لو كنت نايم، تعرف إن اللي بنقوله لك ده حقيقي. بلعب على المرتدة قدام فرقة جايبة فيا جون وهي كمان بتلعب على المرتدة أصلا. مهند لاشين ولا كرة صح. مرموش بيلعب لوحده. مرموش من الناس اللي تخليك عايز، مش عارف، العب تنس. عايز تلعب لوحدك العب تنس، العب طاوله. ما بيديش حد يا جماعه، لعيب ما بيديش حد، لعيب ما بيفكرش في حد على الاطلاق. طبعا انا كتبت في عقلي لاعب امام جناح متاخر. برضه بقول امام ترمولي جناح يا جماعه. هل هو الراجل دوت سريع؟ وهل هو وهو بيجري بسرعته بيعرف يعمل فنتات؟ يا جماعه ده راجل نص ملعب والله محتاجينه. وقلتها قبل كده والجمله دي انت عارفها عندي. احنا
من غير نص ملعب اموات، والله اموات. وده اللي كان موجود. انا بحاول انقلك معايا لو انت حد كوره بتتفرج على كوره وتبقى عايز تعرف التكتيك قوي. يا جماعه نلعب باربعه ورا واثنين قدامهم، وقدام الاثنين نلعب بامام، ونلعب بوينجين صراح، وقدامهم فروت صريح. الملعب هيتغير. الدقيقه 35 صلاح بيضيع واحده من ضربه ثابته بجوار العارضه. احنا بقى في الوقت ده يا جماعه لا عارفين نهاجم، تحس ان احنا اتعودنا على الدفاع فمش قادرين نهاجم. مفيش اي انسجام تقدر تشوفه بين الخطوط خالص. تسال نفسك فين الجناحين يعني؟ طب احنا بنلعب على ايه؟ طب احنا يا جماعه بنقف على الكره في نص الملعب ونوزع؟ مش موجود. طب احنا بنلعب على الاجنحه وعلى الرفعات؟ مش موجود. وهم فين الجناحين؟ خلي بالك اما بنلعب 4 4 2 دي ما فيهاش جناحات اصلا. يعني ما فيهاش جناحات. لا هتلاقي فتوح بيطلع، ولا حتى امام اللي قدام فتوح هو جناح، لعيبه نص ملعب. يعني ما فيش تحرر ليهم اصلا. ما فيش جناحات طالعه بتكمل فبنزيد. فريق نيوزيلندا كان سريع وكان عالي جدا صراحه. كان عامل شوط اول رائع جدا بيلعب على اخطائنا احنا. يا جماعه بقول لك عندنا كميه دربكه. اللي يتفرج على المباراه يقول انت تبقى قاعد قدام المباراه مش قادر تفهم حاجه. المنتخب بيعمل ايه؟ التكتيك بتاعه ايه؟ عايز ايه؟ انت في البيت تايه. نزل رامي ربيعه مكان حمدي فتحي، كتبت الحمد لله. يعني انا واحد من الناس لا اقتنع على الاطلاق بحمدي فتحي خالص. من ايام ما كان في الاهلي قول زي ما تقول لعيب قليل جدا، لعيب قليل جدا كورته على قده. نزل رامي ربيعه. ما بقولكش ان رامي ربيعه يعني هو العالي قوي ولا، لكن افضل من حمدي فتحي. لا وجود لاي لاعب تقدر تقول عليه في، يعني ما اقدرش اقول لك طب تقول لي طب كان مين اللاعب اللي حلو؟ يعني مفيش حد. مصطفى شوبير اللي بيشيل لك ورا بس. الشوط الثاني نزلنا الشوط الثاني والدنيا اتعدلت معانا شويه. في واحده مرموش في الدقيقه 50 بتجيله كوره ومعاه اثنين ملوش دعوه. هو ملوش دعوه بيشوط. بقول لك داخل كده ومعاه اثنين. طب يلعب لحد من زمايله؟ مرموش يا جماعه ما بيديش لحد. مرموش لعيب بالنسبه لينا احنا يبقى مؤذي. عارف ليه مؤذي؟ مؤذي لان انا في بعض الاحيان ما بروحش كتير، ولو رحت عايز اجيب. ده بيروح ملوش دعوه باللي جنبه، يا شوط يا رقص. ابتدينا نعدل الدنيا حقيقي ل 4 2 1 3 حقيقي بقى. يعني بجد ابتدينا نعدلها. اللي انا كنت بحلم بيه حصل. لاعب مرموش وينج ليفت، لاعب صلاح وينج رايت، طلع امام عاشور قدام الاثنين، ولاعب زيكو فيرود. اصبح لنا شكل. في الاول بعد ما غيرنا شكلنا ابتدى يتحسن تحسن ملحوظ تحسه في الملعب. لا بنمسك كوره ايه ده، لا بنقف على الكوره في نص الملعب، لا ابتدينا نوزع. الهدف في الدقيقه 28 جه زيكو، اترفعت واحده طلع ركبها. وانا بقول لك ابتدت عندنا وجناح واجنحه تتحرر وتشيل وترفع. بقى عندنا شكل يا جماعه في الملعب. عارف اللي هو ايه؟ طب فين من بدري ده؟ كره اترفعت طلع زيكو. خلي بالك بالمناسبه الكره اتحطت وحش. ما هو زي ما بقول لك عشان انا ما بحبش افور لا في الفرحه ولا في الحزن. يعني الكره لما اترفعت الجوره اللي حطها زيكو وحشه جدا. جت بستر ربنا. ليه وحشه؟ اولا معهوش اي حد ضغطه، معهوش اي حد محتك معاه، معهوش اي حد بيعمل تيك اوف معاه. هو بيلعب الكوره باريحيه شديده جدا قدام الجون. طبيعي جدا لما اطلع اركب الكوره بركبها في الارض يبقى احطها في زاويه عشان اضمنها، لكن هو ركبها في ايد الجون. الجون عملها كده ودخلت فيه، ما اتحطتش بقى على حاجه لكن الحمد لله جت. في الدقيقه 60 سخنا جدا بعد الهدف. لكن كل اللي كنا محتاجينه فعلا اننا عايز العب اون تارجت. يعني فعلا ما بلاش نحنكش كتير، عايزين نلعب على الجون بقى. عايزين نعمل الفينش احسن بقى. في الدقيقه 66 مرموش بيضيع واحده مرتده بالانانيه برضه. كان لازم يطلع، لازم يطلع. في الدقيقه 67 صلاح بيجيب الجون الثاني. كره اتلعبت في نص الملعب جت لزيكو حطها لصلاح على الشمال. زيكو جري قطع له في 18. صلاح عدل على شماله حطها لزيكو اللي كان قدام الجون. زيكو حطها له دخل حطها بشماله طبعا على شمال محمد صلاح. ومن الحته دي الاكيوريشن بتاعها والدقه بتاعتها كانت عاليه جدا. بتلف صعبه جدا تتمسك. كان جون عالي. صلاح يمكن من المباراه اللي فاتت عمال اشيد بيه بقوه جدا. صلاح فعلا لا غنى عن، ودي بعتبرها تغيير في وجهه نظري ودي حقيقه بقولها لك.
لان انا مش من عادتي بغير وجهات نظري، لكن بجد انا بقول لك وبعترف، وجود صلاح في الملعب مهم جدا حتى لو انتاجه قليل. الجرأة حلوه مفيش كلام، اللي هو اتجرأنا بقى، اتجرأوا بقى بالله عليكم بقى، يعني نثق في نفسنا شويه ان احنا قادرين نطلع نلعب هجوم. مش معقول يا جماعه نقضي حياتنا في ال 18 وحياتي تضيع معاكم في ال 18. في الدقيقه 75 تغييرات، نزل تريزيجيه وطلع مرموش، طبعا مقبول ولازم اطلع ارحمنا. نزل حمزه عبد الكريم وطلع زيكو، كويس جدا، خدنا اللي احنا عايزاه منه، اللي احنا عايزينه منه، ونزل حمزه عبد الكريم، وانا من زمان بطالب يا جماعه حمزه عبد الكريم برشلونه شافته انه كويس، انا بركنه على الخط ليه؟ ما دي برضو من الحاجات اللي تجيب لك شيزوفرينيا. يعني برشلونه احنا مثلا ممكن نكون بنفهم اكتر منها، يا ابني لعبه، يا جماعه لعبوا الراجل فيرو الصريح واديله، ولاعب مرموش لو انت عايزه خليه وينج، ولاعب صلاح خلينا نلعب بخطه نعرف نلعب عليها، نعرف نلعبها لاننا لعبناها كتير مع بعض، سواء الاهلي او الزمالك او حتى المنتخب. حلني من 4-4-2، خلي عندنا ثقه في نفسنا شويه ان احنا قادرين نكون منتخب قوي. خلينا ندي انطباع، ما خلي بالك الخطه اللي انت بتلعب بيها تدي انطباع للفريق اللي قدامك. خلينا ندي انطباعات ان احنا نازلين نكسب ونلعب. ما بقولكش 4 2 1 3 دي يعني خطه هجوميه، خطه متوازنه، لانك بتلعب باربعه قدامهم اتنين ديفندرين، عايز ايه تاني؟ تغييرات حلوه ومقبوله جدا، اصبحنا رائعين مسيطرين على كل الملعب. بجد كان فين هواك يا حبيبي من بدري؟ كان فين؟ عشان كده بقول لك هيهات، هيهات وبعد بين الشوط الاول اللي احنا عملناه وبين الشوط الثاني اللي احنا عملناه. في الدقيقه 85 الهدف الثالث تريزيجيه بيجيب جون حلو، محمد صلاح بيعملها له، بيخش يعمل زي السمكه ويمد دماغه ويحطها، جبنا الهدف الثالث مستحق جدا. في الدقيقه 84 عملنا تغييرات، طلع صلاح ونزل زيكو، كان لازم طلع صلاح ونزل زيزو، وطلع امام ونزل حسام عبد المجيد. بالمناسبه فتوح عمل جيم رائع جدا، فتوح من الناس اللي عملت جيم كويس جدا جدا. صلاح عمل جيم كويس جدا. بقول لك دي الناس، انا بالنسبه لي الناس اللي زيكو في الكورتين اللي عملهم اتس اوكي، لكن ما بشوفوش افضل حاجه، يعني انا لحد النهارده ما بشوفوش افضل حاجه. يعني مش اللعيب الرائع بالنسبه لي، لسه ما اقنعنيش بنسبه 100%، عشان واحد يقول لك هو جايب جون وعامل اسيست، الجون سهل جدا، الجون ما فيهوش اي انواع من الاحتكاك خالص، في منتهى السهوله. لازم يجي جون، اتحطت كمان بطريقه سيئه جدا، ارجع للجون وشوف ان الكره دي ما ينفعش تتحط كده، لان الجون اصلا كان المفروض يطلعها. فالناس اللي عملت الجيم كان رائع. امام عاشور شفته النهارده مش افضل حاجه، عنده افضل من كده، لكن ضيعت منك وقت كتير جدا وانت رامي امام هناك. فتوح ابتدى يرجع، على الاقل بدنيا وذهنيا ابتدى يرجع. شوبير تألق غير عادي في نهايه المباراه، شايل واحده واثنين وثلاثه. شوبير دايما كنت بقول لما اتسالت شوبير ولا الشناوي، لا شوبير، وقلت قبل كده شوبير يا جماعه لازم يكمل، شوبير لازم يكمل، ولازم نطور من الاداء بتاع الاثنين ديفندرين. لازم يا جماعه، مش ممكن يبقى عندي اثنين ديفندرين قصتهم معاه كلهم في ان هو يقطع، ويا رب يقطع بنسبه 100%. لازم الناس دي تتعلم يا جماعه الزياده معايا، لازم يتعلموا، لان انا مش بس هفضل معتمد على المرتده، لو في المرتده يا سيدي ممكن ما احتاجهمش، هعتمد على العناصر اللي معايا سواء صلاح او مرموش او حمزه عبد الكريم لو هو موجود محطه، واعتمد على صانع اللعب. لكن افرض انا النهارده داخل ومش مرتده، والفرقه هي اللي مرتده قدامي، محتاج اكتر من عنصر عشان اقدر انقل زي لما بتشوف الفرق الاوروبيه والفرق اللي قدامها مقفله، كلهم موجودين وبينقلوا وبيتحركوا وبيعملوا، محتاجين الاثنين دول يتطوروا اكتر من كده بكتير. في الدقيقه 97 زيزو بيضيع واحده للاسف، للاسف زيزو بيضيع واحده كانت رجعت زيزو بشكل كبير قوي 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 لمستواه. بس انا ما اعرفش زيزو، حاسه بيلعب وهو عليه ضغوط، انا عندي احساس ان زيزو بيلعب في ضغوط كتيره عليه مش متحرر منها، ورحنا كمان ضيعنا واحده بعدها. اوفر اول في المجمل احنا كسبنا نيوزيلندا. الفرحه هنا فين؟ الفرحه فرحه شعب، الفرحه ان احنا عملنا اول مكسب لينا في كاس العالم، دي الفرحه، دي الفرحه، وعملنا شوط تاني رائع. ولكن لازم اقف عند نقطه، لان انا ما بحبش التطبيل للنهايه. سامحوني في الكلام بقى اللي بتهوهو دي بقى قايمه فايقه الساعه 6 الصبح، ان بنلاعب فريق نيوزيلندا هو اضعف فرقه في المجموعه. ما بقللش من اللي احنا عملناه، بالعكس، لكن لازم تاخد في الاعتبار ان انا بلاعب فريق نيوزيلندا هو اقل فرقه في المجموعه، فريق حقيقي بلا انياب خالص على الاطلاق، فريق يشيل 5 و6، فهو فريق بلا انياب. الحمد لله. هنخش ماتش ايران
فرقه اعلى من فرقه نيوزيلندا، اتفرجت عليها فرقه اعلى على الاقل خالص، هي مقرفه دفاعيا، ولكن الحمد لله رب العالمين على المكسب اللي احنا عملناه. اللعيبه بشكل عام بشكل عام رجاله، يعني بشكل عام رجاله، بتفايت، بتعرق، بتجري، لكن محتاجين دايما باستمرار ان نتجرأ شويه. محتاجين حسام يطلع من حته ان هو دايما مش عايز اتغلب، انا مش عايز اتغلب، فبرضه بالتعادل. لو عندنا امكانيات قادرين نطلعها نطلعها، خلونا يا جماعه زي ما بقول لك نلعب كوره في نص ملعب الخصم شويه. الحمد لله. الواحد عايز يخش ينام، والف الف مبروك. السلام عليكم.